جد عندي من البيت الغروب كتير حلو. شايفين هيك أحلى مو بيت طلع بحر. على فكرة لسه ما خلصتها شغل بالبيت. يلا براس السنة بعملكم عزيمة عندي. تخيلوا جماعة السناب كلياتكم بصور لكم لايف الفاير ووركس. كيفكم؟ طمنوني عنكم، شو اخباركم؟ والله عن المباريات الواحد مقضيها مخربط نومه. كل ما بقول لا لازم ارجع بدي اصور وبدي اطبخ وبدي اعمل اسئله واجوبه معكم اشتقت لكم وبدي كله. يعني شفتوا خلصت من مرضتي الحمد لله، اموري تعافيت وكل اموري تمام. بعدها فهود عمل عمليه الجيوب وانحراف الوتيره و الزوايد اللحميه، وكان عنده كيسه هون. لساته هيز ريكفرينج، عم بتحسن الحمد لله. كله هيك. لسه عم زبط غرفتي لهلا، ما اجت غرفة النوم، هلكته يا حرام لفؤاد والقطات حاطة منهم للتبني لأنه ما صعب كتير بالبيت، بس قلبي هيك بقول له لأحمد وقت ما بدهم يجوا يتبنون أنا ما حكون موجودة مشان ما يشوفوني وما يشوفون أنا، الصغار طبعا مو الكبار. وبس انتوا طمنوني عنكم، شو الأخبار؟ متحمسة للمغرب، متحمسة لمصر. زعلت امبارح على البرازيل، بس أنا مع النرويج ولا شيء، بس لأنه أنا كنت إيطالية ما كنت شجع أبدا لا برازيل. كنت من زمان أرجنتين، أيام زمان باتيستوتا وقت ما كانت كنا صغار يعني، أيام مو باتيستوتا كان اسمه ولا أنا غلطانة؟ إيه مارادونا كنت صغيرة كتير. ايه هدول بحس هلا الفريق الارجنتيني صار فيها تحيزات. ميسي يعني برشلونيه بيشجعوا الارجنتين، رونالدو معناتها برتغاليه، فقلت يلا مشي مع الموجه، انا مع البرتغال. بس اليوم اسبانيا والبرتغال مين ما ربح مبسوطه، لانه انا بحب الاسبان كمان. المهم انا بدي الفوز يكون عربي، يا مصر يا المغرب، ما بعرف زبطوها يا اخي، انتوا زبطوها من عندكم كيف زبطوها، فخلينا نمسك لهم من البسمله الصلاه الناريه على انه يربحوا كلياتنا هيك الوطن العربي، نفاجئ العالم كلياتها. بس كانت حلوه جدا جدا، كثير 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 حلوه مباراه انجلترا والمكسيك. زعلت على المكسيك بس جود بيلينغهام انا كثير بحبه، وبحب الاتيتود تبعه، وبذكرني بفهد ابني ما بعرف ليش. كله بيقول لي كيف، بقول له ما بعرف بحسه بيشبه فهد، مع انه هذا تيب وهذا لا، هن نفس التيب بس الالوان مختلفه. مين برايي انه جود بيلينغهام في شيء من فهد؟ طبعا. ومحل ما باخذ القطات عند يورو بيتس، عن جد عن جد عن جد والله والله ما نو اعلان، بس اي حدا، لانه في كتير ناس بتعاني موضوع انه تلاقوا مكان لتاخذوا حيواناتكم. انا بعتبر فرد من افراد الاسره. انجلق عندي براوني، يعني مو طلعته اليوم واقف لي على الباب، هلا مفكر انه هو بيقدر يطلع مثل ما كنا بالفيلا واقف عند الباب انه افتحوا لي الباب، شاف انه في شيء برا بس هو ما عرف كيف طلع ونزل. على العموم فاللي كنت عم لكم عليه يورو بيتس، في كتير ناس اللي عندها حيوانات بيعانوا كتير انه يلاقوا دكتور شاطر. عند يورو بيتس دكتور محمد مو معقول، ما شاء الله ما شاء الله عليه قديش شاطر، واي قطه بتلاقيها بتقعد هيك بتكن معه. ان كان بعمليات التعقيم، اليوم تركت ايس عنده لانه صار عمره 6 شهور مشان التعقيم تتعقم. بعدهم بس ليطيب شوي ثندر وميلو كمان حنعمل لهم تعقيم افضل واحسن. انا كنت قبل ضد فكره التعقيم، بعدين بعد ما عملت لاش ولكوكي هلا برجيكم كيف صاروا، كانوا كتير ضعاف ومن الحمل ضعف جسمهم. فحرام نعمل لهم تعقيم، لقيت صحتهم رجعت لهم، صاروا يلعبوا، صاروا حيويين اكثر. فانا مع اللي عنده حيوانات عملوا لهم تعقيم واعتنوا فيهم. انا بحسهم حدا من افراد الاسره، مثل ما قلت لكم حدا من ولد من اولادي، يعني ما بقدر. يعني عندي هلا ما شاء الله ما شاء الله 16 وحده، بس 16 من اولادي ما بفرق بيناتهم. صح في حدا قريب لقلبي اكثر من الثاني. ليش عم بتصرخي عليه لبراوني؟
ليش؟ مو حرام، عم صور فيديو. هي طلعتي على الفيديو عم تصرخي عليه. وين؟ ها عم صور سناب. شفتوا كيف مهارات؟ بتصرخ عليه لانه واقف على باب البيت. على العموم يوروبتس يور ذا بيست عن جد. كلهم من الاونر للمكان للاطباء للنيرسز اللي موجودين للي الجرومينج حتى كاوتيل انه تستنوا اذا بدكم تبنوا من عندهم لانهم بيجيبوا عن جد الكاتس الصح، يعني اللي ما عندهم عيوب ما عندهم امراض ما عندهم شيء. انا ما في فرق بين قطه وقطه بالنسبه لي، بس في ناس بتهتم موضوع انه ياخذ قطه تكون هيلثي، وبيساعدوا كتير الريسكيورز كمان اللي بينقذوا الحيوانات. يوروبيتس عن جد انتم الافضل.